رسالتي للدكتور عمرو اديب، طالع بيقول ان الغنى غنى الفلوس، الكاش مش غنى النفس. حابب اقول له حاجه مهمه، احنا عارفين الكلام ده عليك من زمان يا عمرو، بس اوعى يا ميرو تطلع لنا في يوم من الايام وتقول لنا الجمال جمال الروح، وايه يعني لما يكون شكلك جميل بس قلبك مش نظيف؟ هنفخك كل يوم يا عمرو، بتثبت لي انك انسان جاهل. ده حتى يا راجل امينه رزق قالتها في فيلم العار لما حسين فهمي قال لها الناس هتقول ايه لما يلاقونا افتقرنا كده مره واحده، قالت له الفقر عمره ما كان عار يا استاذ، العار في فقر النفوس مش فقر الفلوس. عايز اقول لك على حاجه يا عمرو، الانسان الجعان هيفضل جعان ولو ملك الدنيا بحالها، ولا الفقر يقدر يذل النفوس القويه، ولا الفلوس تقدر ترفع النفوس الدنيئه. وكمان الكفن ملوش جيوب يا عم عمرو، واللي هيورثوك قبل ما هيروحوا البيت هينسوك. انا قصدي على لميس طبعا. لو بتفكر بنفس مبدأك ده اكيد الجنازه هتكلفها كتير، ومش هيفضل معاك غير عملك ودعوات الناس. انا ما بكرهكش مبدئيا كده، ولا بكره اي حد، لان ببساطه كده بعتبر الكره ده استنزاف لطاقه النفس البشريه، زي ما قال الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه بالظبط. الكراهيه بتكلف اكتر من الحب، لانها احساس غير طبيعي، احساس عكسي زي حركه الاجسام ضد جاذبيه الارض، بتحتاج له قوه اضافيه وبتستهلك بنزين كتير. طبعا انت مش فاهم حاجه ولا هتفهم، لانك شخصيه مهزومه يا عمرو، بتحاول تثبت اي حاجه لاي حد ما عدا نفسك. مساله باختصار يا جماعه، مساله رزق وتوفيق من عند ربنا. احنا بنملك الجهد، التخطيط، التفاني، الاخلاص، الاعداد، السعي، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا، هو اللي بيقدرها، وعلى حسب سعي واجتهاد كل واحد فينا. لو كان خير ربنا هيكافئه بيها في الدنيا او في الاخره، ولو كان شر ربنا هيحاسبنا. وبالنسبه للنجاح اللي بيقول عليه الاستاذ بان سببه موهبه وقدره وعبقريه، الكلام ده مش صحيح. النجاح الحقيقي اراده وسعي. في شباب كتير يا عمرو عندها نفس الموهبه والقدره والعبقريه اللي انت بتقول عليها دي، بس هي فين دلوقتي؟ للاسف اندثرت وعفى عليها الزمن، يمكن عشان يأسوا وما كملوش، او عشان ما لقوش حد يساعدهم. يعني انت مثلا لو ما لقيتش حد يساعدك ما كنتش طلعت لنا كل يوم تجعر في وشنا وتقول كلام اهبل زي ده. ممكن تقول لي موهبه واحده فيك؟ انا مش شايف قدامي غير حنجره. بص عشان اكون واقعي معاك اكتر، مفيش حد ما بيحبش الفلوس، كلنا بنحب الفلوس. انا كمان ضد فكره ان الانسان يتخلص من شهواته، بعتبرها ضد طبيعه الانسان. يعني الاكل مثلا شهوه والشرب شهوه، ينفع ما نعملش حاجه واحده بس من الاتنين؟ هنموت. الفرق يا ميرو بين الاكل باعتدال ومن مصدر مباح ومن مال حلال، وبين الاكل باسراف ومن مال حرام. ربنا خلقنا كلنا عشان نغلط ونتعلم ونتوب ونقاوم شهواتنا ونتغلب عليها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى انا انسان محظوظ. عايز اقول لكم في النهايه ان السعاده مش مرتبطه بالفلوس او باي حاجه تانية يا جماعه، السعاده مرتبطه بحالتكم النفسيه انتوا. قوموا وقاوموا، ربنا ما خلقناش للعجز والاستسلام. خليكوا دايما زي الجندي في المعركه، لو اتهزم ممكن يغير الخطه لكن ما يرميش سلاحه ابدا. كنت هنسى عليه العوض ومنه العوض.